أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أبو طالب لنبياتشن بزو أستواسو أدرقوان موتون بقرب ጊዜ لا إله إلا الله በልሲሉት አላለም ነገር ግን ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታገለላቸው ቅጣት ቀሎለታል ስለዚህ መልካም ስራ ያለ لا إله إلا الله ይጠቅማልን ጀዛከላህ እዚህ ላይ ከነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጣለ ሐዲሱ من حديث العباس بن عبد المطلب كان بيوقوتنا فيما رواه إمام مسلم أو متفق عليه فيما رواه الشيخان مالتنا العباس بن عبد المطلب نبيون اندهالته قلت يا رسول الله إن أبا طالب أقوتها أبو طالب كان يحوطك أنتم بقى عطرق ينكبكا بيادرقله نبر يأجزه نبر فهل نفعه ذلك يا يسروا لانتو يسروا ملكام سرا تأكمون دي الواجب قال نعم أو نبي عليه الصلاة والسلام وجدته في غمرات من النار أسات وانه مكأمك أستأغنيوت فأخرجته إلى ضحضاح وددار بكل أو الطهطار رسول عليه الصلاة والسلام قالوا اللتان هذه خاصة بأبي طالب لا أبو طالب بجانهم مسروا لا أبو طالب بجان وفي رواية بل إلى زقبة عندهم نبي عليه الصلاة والسلام اندهار من قالوا نعم هو في ضحضاح من النار كأساد من نار كأساد دار بكل أدرقوا له دار التولى مالتنا الضحضاح لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هني بالنور نوروا على نبيه انتاچኛው ገሃነም እመቀመቁ ይገባ ነበር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ሐዲስ እዚህ ቁርአን አንቀጽ ጋር ይጋጫል አሁን ወንድማችን እንደጠየቀው فما تنفعهم شفاعة الشافعين የአማላጆች አማልዶ አተጠቀማቸውም ኩፋሮችን ብሏል ታዲያ የነብዩ አማልዶ እንድልጠቅም ቻለ ለማን ለአቡ ጣሊብ هذه خاصة بأبي طالب ለአቡ ጣሊብ ብቻ የተለየ ነው ይሄ የተለየ ነው ለሱ ብቻ የሆነ ነው ከዛ ውጭ ያለ ላይ فما تنفعهم شفاعة الشافعين አንዳንዶች እንደውም እንዲህ ብለው ተናግረው ነበር አቡ ጣሊብ እኮ فما تنفعهم شفاعة الشافعين እኮ አው ጭራሽ አይወጡም ከጀሃነም ነው አቡ እንትናም እኮ ያው እንትና አልወጣም እኮ አሱ መጀመሪያ አልወጣም መች ወጣ ከጀሃነም እዛው አይደል እንዴ ያለው ቀለለለት እንጂ ولا يخفف عنهم من عذابها የሚልም አላህ ከቅጣቷ አይቀለልላቸውም ይላል ኩፋሮች ነገር ግን ይሄው እዚህ ላይ ተቀሎላቸዋል ስለተቀለለለት ለሱ ይሄ ሰርቷል ወይ ለሚለው አዎ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለናታቸው ለአባታቸው ለሌሎች ያላደረጉት አቡ ጣሊብ ላይ ግን ያው ይሄንን ቀሎለታል ዳር በኩል እንደዛ ሆኖ ግን እንዴን የሚቃጠልና እንዴን የሚሰቃይ የለም ብሎ ነው የሚለው በሐዲስ እንደመጣ ሙስሊም ላይ ኢብኑ አባስ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اندي بلوان أهون أهل النار عذابا كجهنم سوت أنا ساقطات የሚቀጣው አቡ ጣሊብ ነው وهو منتعل بنعلين ሁለት የእሳት ጫማ ለብሷል يغلي منهما دماغه አናቱ ይፈላል እንዴን የሚቀጣ የለም ነው የሚለው እዚህ ነው والله اعلم